الله على احساسك، حياك الله. اذا مشاهدينا مستمرين على هذا العزف المميز وفيروز الجمال وفيروز الصباح. انضم لنا في صباح الخير يا عراق الملحن والعازف الاستاذ هيثم طاهر، ضيف عزيز، حياك الله ومنورنا، والله على احساسك وجمالك. شكرا جزيلا، شكرا للكادر وشكرا الى كل اللي قاعد يشاهدنا، ونقول عليهم صباح الخير صباح الفل والياسمين عليكم وعلى المشاهدين، ان شاء الله يقضون ويانا نقول عليها سويعات او دقائق حلوه تبعث الامل والتفاؤل لهذا العراق الجريح. شكرا جزيلا على الاستضافه الجميله. يا عازف العود لا تقسى على اوتاره، ارفق بحال الجريح وقدر شعوره. الله الله الله. شنو تقول عليها هاي؟ والله نقول عليها ديباجه جميله جدا، يعني اختزلت يمكن كلام كثير يعني داخل وجداني داخل قلبي. طبعا يعني تحيه للي كتب هيك ديباجه حلوه ومرتبه، فما اعرف حتى معناته نقول تحيه للمعده ست هديل البياتي. اكيد طبعا تحياتي لها من خلال الهواء شاشه العراقيه، وان شاء الله سلمك. نتمنى لكم الموفقيه وديباجه جميله جدا ان شاء الله. استاذ هيثم منورنا. حقيقه يمكن انا مولع بقضيه آلة العود، الآليات يعني الآلات الوتريه خاصه. نعم. يعني مقربه لكلنا خاصه مناطق الشرق الاوسط. نعم. آلة العود وآلة الكمان. يعني انت ايضا استاذ مدرس للموسيقى. نعم. فيا الأقرب إذا كان شايف جايب الآلتين وياك. أنا بعد عندي آلتين، ما بعد آلتين تعزف ما شاء الله. أنا أعزف 4 آلات. فالأقرب إلى روحي يعني هسه أنت من خلال السؤال، الآلة الأقرب إلى روحي هي آلة العود. العود. لأن أنا أعتبر أنه آلة العود هي مسيرتي الفنية، يعني مسيرتي بداية نشأة، نعتبر أنه بداية نشأة هيثم كعازف في معهد الفنون الجميلة أو ما قبل معهد الفنون الجميلة، كانت آلة العود هي اللي مرافقتني. يعني هاي آلة الكمان لا نقول عليها جديدة، يعني كذا سنة جديدة، لكن آلة العود هي اللي أقرب إلى روحي، يعني اللي حتى يعني عندي 3 آلات بالبيت ملقبهن ألقاب هالقد ما أنا مولع بآلة العود وأحب آلة العود. يعني إذا تسألني هسه هاي الآلة شو اسمها، أقول لك أم روحي. ليش؟ لأن وصلت مرحلة أنه مو بس أنه ترابط عبارة عن خشبة وآلات بها أوتار، لا، صار ترابط روحاني.
يعني اتذكر قبل انه مثلا اتزوج وهاي كانت الاله تنام يمي، يعني هي مو لا يعني يعني اعترف بانه الفنان بصوره عامه، ومو بس انا اللي اقولها يعني. شكسبير قال اذا لم يكن الفنان عنده جزئيه من الجنون لم يكن فنان. طبعا. فوصلت مرحله هو الفنانون يمتازون بالجنون. بالجنون أكيد. يعني زين، بس نقول الجنون العفوي، العفوي، الجنون تمام. الرومانسي اكثر. طبعا. الاشياء هاي الجميله اللي تحمل طابع العفويه والرومانسيه والحب للاله، انت تقدر تترجم احساسك الى انه شلون اني ااثر بالمقابيلي. فتترجم هاي الاحاسيس بحيث المقابيلي من يسمع يقول الله، وكلمه الله كبيرة. نعم. زين، بما انه حضرتك مولع لهالدرجة هاي لدرجة العشق يعني نعم بالعود، نعم. فاكيد تعرف تاريخه أكيد. وشلون اول ظهور له ببلاد الرافدين. راح تجاوبني على هذا السؤال واكيد راح تسمعني فد معزوفة. اني ممنون. آلة العود تعتبر مو أول آلة بالعالم أو بالكون. نعم. هي قبلها كانت آلة القيثارة. هي القيثارة السومرية اللي بدت بها حضارة سومر وحضارة بابل، لكن جتي المرتبة الثانية هي آلة العود. لكن آلة العود ما كانت بهذا الشكل طبعا، مستحيل. يعني كانت عبارة عن فد نقول عليها جذع، يعني جذع كامل يكون بحفرة وبوتر واحد فقط، وتر واحد. بعدين عبر العصور تم تطوير آلة العود، وطبعا أحسن وأفضل الصانعين بالعالم هم العراقيين. طبعا. يعني أتذكر مقولة لبليغ حمدي، الأستاذ محمد فاضل، بليغ حمدي، عندما نزل في مطار بغداد يمكن حوالي سنة 64 يعني من القرون الستينات. نعم. نزل بدون عود، فقال له الاستاذ بليغ يعني انت بليغ حمدي يعني قامه فنيه، نعم. عودك وين؟ قال اني انا استحي، يخجل عودي انه انا انزل في بلد العود وحامل عود، انا جيت اقتني عود عراقي. فشوف عظمه العود العراقي، فنقول عليها انه هي الاله العراقيه اللي ثبتت وجودها بالعالم كاجمع. من اقول بالعالم كاجمع انه الدول الغرب يقتنون آلة العود ويتعلمون كيفية عزف على آلة العود الشرقي. طبعا يطلعون الأغاني أو الأنغام الشرقية اللي هي نقول عليها حكر إنه، لكن هم بدأوا في تعليمها. وانا لاحظ يمكن انا سمعنا المعزوفه، طلبت معزوفه قبل المعزوفه يمكن الاحظ ذكرت شيء على التطور. نعم. دائما آلة العود نعرف يعني الاوتار ما تكون، يعني الآلة الشرقيه ما تكون سحب بدرجه. نعم. هذا يستخدمون في طريقه التكنيك العالي، هذا في طريقه المقطوعات الخاصه. نعم. اللي كان استاذ نصير شمه او منير بشير. منير بشير طبعا. منير بشير طبعا يعني هذا الفنان العملاق اللي انا اعتبره خساره لما فقدناه، لأن هو طور آلة العود. كانت آلة العود هي مجرد آلة شرقية. زين، فمن بدا هو يعني يطلع سوليست انه اختزل او طلع طابع آلة العود عن التخت الشرقي وعن تعزف وراء المطربين. قال بأنه آلة العود هي تعتبر هي النمبر 1 في الفرقة، سيد الآلات. فطور مع الكبير الراحل محمد فاضل آلة العود السحب، يعني سواء لأن هو أصلا عازف لآلة الكمان. فقال ليش نسوي التجربة أنه نخلي هذه القطعة الخشب الصغيرة اللي اسمها الفرسة أو الغزالة نسويها متحركة تعطي طابع صوت حاد. يعني مثلا هسه انت كانما جوابات اكثر ما يعني جوابات تعطيك صوت لآلة الجيتار، والقرارات تعطيك الشجن العود الشرقي اللي بشجن اللي بحزن طابع التطريب. فعمل هذه نقول عليها المحاولة اللي هي الحمد لله كانت ناجحة 100%. فصار هذا العود السحب يختلف عن العود الشرقي اللي هو الفرسة الثابتة. فكان هسه نادي تريد تسمع. زين انا اسال تردينها معزوفه مثلا حزينه او طابع لا ما دام صباح الخير احنا اكيد بعدنا عن الحزن شوي. ان شاء الله فرح ان شاء الله ان شاء الله. واكيد ذوقك يعني انت يقيم. الله يسلمك.
يخلي بيت ابوها ويخلي بيت الجيران ايضا. الله يا استاذ. اريد اسالك انه العود هو يعني آلة عربية، نعم. والان يوجد يعني العود التركي، فشنو الفرق بين هذا وبين هذا؟ هل اكو مثلا تزاوج بيناتهم ولا كل واحد اصلا مختلف او مدموجين مثلا؟ لا احنا اذا اريد نقول العود التركي والعود العراقي حسب الصناعه. حسب الصناعه فقط، يعني نعم. هو العود عود واحد. نفسه نعم. واحد، يعني بس تختلف انه مثلا طريقه العزف، طريقه ضبط الاوتار، يسمون احنا بالمصطلح الموسيقي الدوزان. نعم. يعني مثلا دوزانهم يختلف عن الدوزان مالتنا، لكن هو كشكل العود او هيئه العود او صناعه العود وحده. ما يفرق نهائيا انه هذا العود تركي او هذا العود عراقي، لكن احنا اذا اريد مثلا بس الموسيقى انا اقصد مثلا هو كموسيقى. كموسيقى هذا تعتبر شنو؟ اذا ندخل احنا بطريقه الموسيقى يعني نذكر المدارس. نعم. طبعا. يعني مثلا المدرسه العراقيه طابع التطريبي والمقامات، ايضا الموسيقى التركيه ايضا طابع تطريبي ومقامات، لكن عندهم فد اسلوب خاص. يعني اسلوبهم يختلف عن اسلوبنا لان بحكم البيئه وحكم أجواء. بس الان اللي الأجواء. صاير انه دمج بين الموسيقى العربيه والموسيقى التركيه، هذا اللي صار. هذا يسمونه يعني مثلا ميكس. الميكس هذا شيء مشروع، يعني انه اني ادمج مثلا كلام عراقي مع موسيقى بطابع تركي. الطابع التركي تعرفون انتم يعني الاتراك يحبون احساس راقي جدا. نعم. يمكن هي هذا اللي تتحدث به استاذ هيثم. احنا دائما نعرف مثلا اذا تابعنا المدارس المصريه دائما يهتمون مثلا بمقام الرست، هاي الاغاني الطربيه. نعم. الاتراك نسمع الحجازات، الاصوات الجبليه العاليه. نعم. العراقيين احنا اللي مزيج مختلط بكل الاداءات، المقامات عندنا مقرب، عندنا العجم والحجاز والكرد وكل هذه المقامات. احنا العراقيين نمتاز بشيء جدا يمكن مهم المقام. نعرفه. لا مو بس يعني المقام والاطوار. احسنت. يعني الطور العراقي مستحيل اذا تجيب تركيا. هسه يعني كان عندي اصدقاء، يعني طبعاً. كان عندي اصدقاء اتراك مره يعني قعدت قلت لهم انتم شنو اللي تعزفوا؟ تعرف انت هم يحبون الحجاز طبعاً. وغيره هاي. فقلت له اوكي تمام، يعني انا اسوي لكم اختبار. فعزفت لهم طور الصبي اللي هو موجود. طبعاً. هذا الطور الصبي اللي هو اكثر اللي يعزفونه بالمناطق الجنوبيه وتحديدا بالناصريه. والمحمداوي ايضا. المحمداوي وغيره يعني من عزفت لهم اياه ظلوا شنو هذا منين اصلا يعني اللي عفوا يعني انا اقطع رسالتك منين امتداده او منين تفرعه؟ قلت لهم من مقام النهاوند، لكن قالوا في اسلوب وطابع يختلف عن مقام النهاوند. قلت لهم هو هذا السر اللي انتم ما تقدرون تعزفوه. زين، احنا قبل ما نستثمر الوقت بما انه ذكرنا الاطوار، نعم. دائما آلة الكمان هي القريبه الى الاطوار، خاصه ترافق الغناء. نعم. الطور نعرف مثلا الغربيه يختلف عن الجنوب، عن البصره عن الوسط، كل هالامور. صح. نقدر نستثمر الوقت نعم. بين تعزف لنا على آلة الكمان، تعيشنا باجواء من الجنوب للشمال باطوار بمقطوعات صغيره. صح. يا ريت والله. انتقالات. انتقالات يعني انتقالات احنا نريد نزور المحافظات من خلال الآلة. تمام. تعتبر انه هي سفره من خلال الانغام الموسيقيه. كلك ذوق. مثلا نسمع البيات على الطريقه الجنوبيه مثلا.
على أكيد. احساسك الله. يعني أنا شفت قطعة متكاملة بين مزيج الكمان زراعات كامل. والعود وحضرتك، فهذا الإحساس الراقي كيف تقدر توصله للجمهور من خلال هذا العزف وهاي التوأمة الجميلة؟ يعني هو أول طبعا هذا السؤال به جواب من شقين. أنه هو أنت حبك للآلة الموسيقية. الآلة الموسيقية أذكر في معهد الفنون الجميلة الأستاذ علاء صبري، طبعا أوجه له تحية من خلال شاشتكم الموقرة. قال أنت حب الآلة، طبعا هو أخ نور صبري حارس المرمى، طبعا تحياتنا نعم، كابتن نور. طبعا. فقال حب الآلة راح تحبك. هذا الشق الأول. الشق الثاني يعني من خلال الممارسة أكثر على العزف، من خلال الخبرة، السنوات الطويلة، الدراسة تخليك تحتم عليك أنه أنت لازم توصل إحساسك بالمقابل. إذا ما كان المقابل ما يهتم إلى عزفك، إذا أكو في خلل من خلال تمرينك وخلل في عزفك. فإحنا تطرقنا أكثر إلى الجانب الروحاني بالعزف، فتولدت عندنا هاي انه اني اثر بحضرتك، اثر بحضرتك من خلال مجرد خشبه وبها اوتار اترجم احساسي ويوصل الاحساس لكم. هذه الترجمه اللي ذكرتها يعني في قضيه آلة العود، اذا كان العزف على آلة العود او الكمان او نعم. على اي آلة اخرى، نعم. هو اسقاطات العازف على آلته. نعم. انت تاثرت بكثير من الاساتذه، يمكن هسه من خلال الحديث نعم. تذكر الاستاذ الفلاني والفلاني، تعطيهم حقهم حقيقه. اكيد طبعا. لك تجربه لحنيه. نعم. اسقاطات الاساتذه ممكن تاثر على ذائقتك وحبك لقضيه اللحن؟ لو اكو مثلا بعض الملحنين يحب مثلا هاي الجمله اللحنيه، او نعم. يحب هذا المقام المعين يكون قريب اليه، نعم. الحن عجم دائما، الحن كرد، هاي الاشياء تاثر اسقاطاتهم؟ هي كبدايه انه مثلا انا اليوم تاثرت باستاذي علاء صبري، لكن انا ما راح اظل انه انا متاثر. اكيد انا مع اعتزازي وحبي له وخالص فائق الاحترام والتقدير، لكن وين لمسه هيثم طاهر؟ اذا انا مثلا اعزف كمثلا الاستاذ نصير شمه او الاستاذ علاء صبري او منير بشير، عمر منير بشير، زين وين التطوير بالموسيقى؟ ما هي النسخه الاصليه موجوده. مثلا اكو والمقلد مثلا، المقلد مستحيل يعيش. يعني اكو هوايه مطربين مثلا قلدوا الفنان الكبير سفير الاغنيه العراقيه كاظم الساهر، سعد بن جابر مع حفظ الالقاب. زين وينهم؟ اختفوا، بقى الاصل. زين انا اليوم اريد ابرز في آلة العود او في آلة الكمان. زين انا من اريد ابرز لازم تكون لي بصمه. البصمه اذا ما كانت راح يضمحل كل اللي انا تعبت من خلاله. فتصير مثلا انه توارد لحني، توارد من خلال العزف، لكن اخلي بصمه هيثم طاهر على مود يبين يشار الى بالبنان هذا العازف او هذا الملحن او هذا المؤلف الموسيقي هو عنده بصمه، حتى اجذب الجمهور الي، اجذب المستمع الي انه يسمع بصمه هيثم طاهر من خلال العود او من خلال الكمان. الالحان اكيد الالحان موجوده. نعم. اللي نقول عليها المقامات هي مقامات ثابته، لكن طبعا انت تجي حرفه العازف او حرفه المؤلف، الابتكار بهاي في توظيف، ابتكر اوظف المقام لكن بصيغه جديده ينافي كل اللي نقول عليه مثلا القواعد الموسيقيه، لان هي كل شيء له قاعده. فاني شلون انافي هذه القواعد؟ هسه احنا راح نكسر القاعده. نعم. بما انه مو بس عود. نعم. وانا اعرف انه حضرتك ملحن ايضا. نعم. فاريد نختم بدندنه مع العزف على العود. تمام. طبعا اكو اغنيه للشاعر صديقي طبعا اوجه له تحيه من ابناء الديوانيه، اسمها تحيه لحضره الحلمان ليله سعيده. طبعا كلام جدا راقي جدا راقي، وانا حطيت بها طابع التطريب. فاتمنى اسمع لكم اياها. يا ريت نسمعها. انا طبعا اكو شيء معين، كل الملحنين على مدى الاجيال اللي سبقت والمضت ال70 ال60 نعم. ال98 كانوا يؤدون الاغنيه اللي لحنوها اجمل من المطرب. في بعض الاحيان الملحن صحيح يحس احساسه الحقيقي. صحيح يعني كانه وليده هو. يعني انا اتذكر انه اجى مطرب قال لي اريدها، قلت له والله اعذرني ما اقدر اعطيك اياها. قال ليش؟ قلت له يعني احتمال ما راح تاديها مثل ما انا اريد. زين قال اسمعني وهاي. قلت له والله العظيم لسه لو يصير ما ادري، فاعذرني لان اني مو نحس بهذا الشيء، لكن الشيء اللي احافظ عليه اذا ما يكون اداءه متمكن مضبوط، يعني ياخذ قيمه اللحن وجهدك. لا ما اقدر يعني. فاتمنى تسمعوها على ان شاء الله. يا ريت تحكمون ان شاء الله. خلينا نروح ويا اوتارك. يلا.
غلطة حبكم كان لا ما عيده المن أظل حيران همي يزيد. غلطة حبكم كان لا ما عيده المن أظل حيران همي يزيد. مصدق بروحه ومقتنع مصور بعيوني الدمع. مصدق بروحه ومقتنع مصور بعيوني دمع. فكرة ترجع للأحضان كلش بعيدة. أوي تحية لحضرة الحلمان ليلة سعيدة. فكرة ترجع للأحضان كلش بعيدة. أوي أوي تحية لحضرة الحلمان ليلة سعيدة. كل ما يجيني الليل طيفك يجيني غيرك سكن بالبال سميته غالي سميته غالي سميته غالي. كذب عليك القال روحي اويلي أوي غيرك سكن بالبال سميته غالي سميته غالي سميته غالي. راسه حضن المخدة فدوى العين والخدة. راسه حضن المخدة فدوى العين والخدة. بدي بعدك يا فلا روحي تريده. أوي تحية حضرة الحلمان ليلة سعيدة. عندي يا عز إنسان روحي تريده. أوي تحية لحضرة الحلمان ليلة سعيدة ليلة سعيدة ليلة سعيدة. عاش صوتك وعاش لحنك وعاشت أوتارك وأيامك كلها إن شاء الله تكون سعيدة مو بس ليلة سعيدة. الأستاذ الملحن والعازف هيثم طاهر شرفتنا ونورتنا في صباح العراق. نورتنا وسعيدين بوجودك وشكرا لهذا الإبداع والإحساس وهذا الجمال اللي قدمته اليوم. تحياتي لكم تحياتي للكادر تحياتي أكيد للي قاعد يتابعونا من خلال شاشتكم الفضية. وإن شاء الله كنا يعني خفيفين الظل من خلال الألحان من خلال العزف. وإن شاء الله نجدد اللقاء ما يكون هذا آخر اللقاء. تحياتي لكم وأنا سعيد بهذا اللقاء وشكرا جزيلا. شكرا تواجدك أستاذ. تحياتي.